السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ امارات، احلى بنات وستات واخوات، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي قوي، بيخص الستات كلها، وهو الضغوطات اللي علينا. ضغوطات الست، مضغوطة 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 لآخر مدى. ايه هي الضغوطات دي يا ست الكل؟ طيب، الضغوطات من الولاد وتنظيف البيت، والبيت ما بيفضلش نظيف. انا زهقت، اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ الضغوطات من الشغل، ومن اللي في الشغل، ومن صاحبتي اللي مضايقاني ومطنشاني ومش بتقدرني. الضغوطات من جوزي ومن طلبات جوزي، والضغوطات من اللي حواليا، وكل الناس عاوزيني اعمل لهم حاجات وانا خلاص تعبت. نسيتي دي ضغوطات تالتة، ضغوطات السوشيال ميديا، الضغوطات اللي ضغط عليكي، التليفون اللي في ايديكي ليل ونهار، اللي عليه كل التطبيقات. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هندخل على اول ضغط ان شاء الله كده نخفه باذن الله. بالنسبة للبيت وتنظيف البيت وروتينات البيت، والولاد بيبهدلوا الدنيا وما بلحقش انضف والاقي البيت متدهول. يدهولوا يا حبيبتي، يدهولوا يا ست الكل. احنا مخلفينهم ليه؟ عشان يدهولوا، وعشان يعيطوا، وعشان يصوتوا، وعشان يعملوا كل حاجه. هتضغطيهم ليه معاكي؟ ما تسيبيهم يعملوا اللي هم عايزينه. انتي بعد ما هم يدهولوا روقي تاني، مفيش مشكله خالص. بس هقول لك حاجه صغيره قوي قوي. لو انتي علمتي ولادك النظام وخليتيهم يساعدوكي في البيت، يعني لو انتي عندك بنوتات حلوين كده، خليهم يساعدوكي في البيت. يلا قومي يا حبيبتي نضفي سريرك، روقي سريرك. البنت هتفرح قوي قوي، هتفرح لما تقولي لها وضبي سريرك. ليه؟ لان البنت عندها غريزه ان هي تبقى ست. الغريزه دي بتبقى في البنات الصغننين، ان هم يكبروا يلبسوا زي مامتهم، يروقوا زي مامتهم. فانتي استغلي الحته دي في الاطفال، ان هم يساعدوكي في البيت. كبري الغريزه دي عندها ان هي تبقى كبيره ومسؤوله. طول ما انتي بتزرعي فيهم كده وبتعامليهم بالراحه وبلطف، بلاش زعيق، بلاش شخط، بلاش ضغط على الاطفال. لو انتي مضغوطه هتضغطي عليهم، حرام. هيطلعوا هايبر، هيبقوا مهايبرين. لكن انتي لو ام هاديه وبتتعاملي بسلام معاهم كده، ما تبين لهمش ان انتي مضغوطه او متضايقه منهم او متضايقه من افعالهم، لا. حاولي تمتصي الحاجات دي مره على مره. هم بنفسهم مش هيحبوا يدهولوا الدنيا. يعرفوا ازاي ان هم يلعبوا باللعب بتاعتهم، يحطوها في السله بتاعتهم. لو انت عاملاها لهم وحطها لهم في سله كده، يلعبوا بيها في مكانها، مكان السله كده. قولي لهم ده الكورنر بتاع اللعب، هنلعب في المكان ده. ما لاقيش اللعب دي في الريسبشن بار، ما لاقيش اللعب دي في الكنبه، ما لاقيش اللعب دي في المطبخ. هم هيعرفوا. طول ما انت بتعلميهم وبتشكليهم، هم اطفال صغننين كده، عجينه في ايديكي بتشكليها على حسب ما انت هتشكليها. مرة على مرة، والله العظيم ده عن تجربة. يعني أنا برضو زيكم أم، وكان ليا أطفال صغننين الحمد لله كبروا خلاص بقوا عرايس. كنت بعمل لهم كده، بحدد لهم مكان للعب، واحط لهم لعبهم كلها في سلة، وافرش لهم حاجة زي مفرش كده، اقول لهم ده المكان بتاع اللعب، ما يخرجش عنه. يقولوا له حاضر يا ماما. يلعبوا، يخلصوا اللعب، يقوموا يلمين لعبهم تاني في السلة وحاطينها مكانها. خلاص بقى اتعلموا. انتي خلاص برمجتيهم. لكن تقعدي بقى تصوتي وتعملي في وشهم وتصرخي، مش هيجيب نتيجة، بالعكس هيبرهم اكتر وهينحكشولك الدنيا اكتر. فانتي بالراحة كده عليهم، بلاش الزعيق، تتعاملي معاهم بهدوء. علميهم النظام اذا كان بنات او ولاد، حتى برضو الولاد يتعاملي معاهم كده برضو، عشان تزرعي في جواهم روح التعاون، يبقوا متعاونين معاكي طول العمر، من هو طفل صغنن كده لحد ما يبقى عريس كده، بسم الله ما شاء الله. ده بالنسبة للبنات. وبالنسبة للولاد، طول ما انت بتعامليهم بهدوء وبتزرعي جواهم روح التعاون والنظام، هم هيتعودوا. مش من اول مرة هيتجاوبوا معاكي، مرة على مرة في الاخر هتلاقي هم اوتوماتيك بيتعاملوا لوحدهم. ده عن تجربة شخصية ليا. انا اتعاملت كده مع ولادي، مع بناتي اتعاملت معاهم كده، فطلعوا بسم الله ما شاء الله بيعملوا معايا كل حاجة دلوقتي. يعني خلاص اتبرمجوا على التربية اللي انا ربيتهم عليها.
لكن هتقعدي بقى تزعقي وتقولي الولاد بيدهولوا الدنيا وانا ما بلحقش انضف وانا. وبعدين يا جماعه ما تحطوش في دماغكم، انا مش عايزه الست يبقى كل محور حياتها التنظيف والروتين وي 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 ايه في ايه. انا شايفه كده كله ما بيتكلمش غير عن الروتينات والتنظيفات. تعالوا اقول لكم تنضفوا ازاي، تعالوا اقول لكم هتعملوا ازاي. مفيش حاجه اسمها تعالوا اقول لكم. انت خارجه من بيت متربيه مع مامتك في بيت مامتك، مامتك معلماكي النظام وعارفه مامتك كانت بتعمل ايه في بيتها. كل بنت طالعه من بيتها عارفه مامتها كانت بتعمل ايه. احنا كان عندنا التنظيف ده روتين يوم في الاسبوع، كنت فاكراه كان يوم التلات، كانش بيبقى يوم الجمعه. يوم التلات ده كنا نشيل الدنيا كلها انا واخواتي وننظف ونعمل مع ماما ونعمل معاها كل حاجه. الغسيل كانت محدده له برضو يوم ده كان الغسيل ايام زمان بقى ما كانش فيه الاوتوماتيك ولا الحاجات دي. وطول الاسبوع الدنيا نظيفه زي الفل. كل الكلام دلوقتي على روتينات روتينات. ايه يا جماعه، طول ما انت ايدك في بيتك بتنضفي على طول ما بيتك نظيف. التنظيفات العميقه ومش العميقه ماشي، الحاجات دي بنعملها مثلا ايه، بتبقى حاجات موسميه كل شهر مثلا. التنظيف العميق ده دخلت رمضان جايه لنا، كل سنه وانتم طيبين. ما تضيعيش وقتك في التنظيف، في رمضان ده شهر روحانيات. نضفي قبليه، نضفي حاجتك، وضبي بيتك. سجاجيدك لفيها كده اهوت واتصلي بالمغسله، تيجي تاخدها تغسلها. اوعي تهلكي نفسك وتضيعي صحتك على غسل سجاجيد ولا غسل بطاطين. اتصلي بالمغسله تيجي تاخد الحاجه تغسلها لك وتجيبها لك نظيفه. حافظوا على صحتكم يا ستات، حافظوا على صحتكم. انا هلكت نفسي في بيتي طول العمر. لما مش هقول لكم دلوقتي انا بعاني من ايه، انا بعاني من انزلاق غضروفي فقرة الثالثة رابعة خمسة ستة بعيد عنكم. ليه؟ عشان انا كنت يعني بصوا كنت مدمنة نظافة، مدمنة غسيل سجاجيد، مدمنة غسيل البطاطين. كل شوية اغسل في سجاجيد وانضف واشيل العفشة، اغير الانظمة بتاعة البيت. هلكت نفسي والله، هلكت نفسي وانا بعاني دلوقتي. ولازم انصحكم كلكم يا ستات، بلاش المعاناة دي. المعاناة في البيت وتشيلي وتحطي وتشيلي الكنبة وتودي الكنبة وتشيلي السرير تغيري من مكانه وتغيري نظام أوضة الأطفال كل ده الواحد بيعاني منه لما بيكبر. يعني أنا بصراحة ندمت إن أنا كنت نظيفة. إيه رأيكم؟ يعني صعب إنك أنت تهلكي نفسك وفي الآخر جسمك هو اللي بيعاني. جسمك هو اللي بيعاني في الآخر، مش هتعرفي تعملي له حاجة. خلاص الصحة يا جماعة لما بتروح والله العظيم بصوا، يعني الصحة دي تاج على رؤوس الأصحاء. حافظوا على جسمكم يا ستات، وحافظوا على صحتكم يا ستات. متهلكيش نفسك، خليكي كده نضيفة في بيتك. كل اسبوع اعملي يوم نظافة في البيت وبالراحة برضو بهدوء. ايدك على طول في بيتك، ايدك على طول في المطبخ، هتلاقي الدنيا كلها زي الفل حواليكي. بلاش التنشنة، خليكي هادية. الضغوطات بتاعتك حاولي تخفيها من على نفسك. شوفي ايه الضغط اللي انت فيه وخفيه من على نفسك. لو ضغطك مثلا جايلك من التليفون، لو انت محمله تطبيقات كتير على التليفون وبتبذلي مجهود في انك بتضيعي وقت كتير في التليفون، قاعده من السوشيال من الفيسبوك للتيك توك لليوتيوب، لا خفي. لان برضو التليفون ده يا جماعه بيهايبر الست. الستات دلوقتي مخهم بيهايبر، لان هو نفسه بيطلع اشعاعات للمخ بتدخل على المخ، تخليكي مهيبره، تخليكي مصدعه مزغلله. ما تضيعيش وقتك في الفرجه على اليوتيوب، على القنوات اللي هي ملهاش اي لازمه تقعدي تتفرجي عليها. الستات انا بلاقي كومنتات كتير قوي قوي يا جماعه، الستات بيقولوا احنا عندنا طاقه سلبيه من السوشيال ميديا، احنا جالنا طاقه سلبيه من اليوتيوب، لان احنا بنتفرج على قنوات بتعرض حاجات فوق مستوانا فاحنا بنتضايق، بيجيلنا عقده نفسيه. ازاي القناه دي وصلت كده وجابت فلوس كده وجايبه شقق وجايبه ذهب وجايبه. الناس الستات بتقعد تتضايق، بتقعد تقارن حياتها بحياه الناس دي. انتوا متعرفش الناس دي جايبه الفلوس ازاي يا جماعه، ومتعرفش الناس دي حياتها ايه من وراء الكاميرات برضو. هم بيعرضوا لكم حاجه انتوا بتشوفوا حاجه تانية خالص. فما تخليش الحاجه دي تاثر عليكي نفسيا. انت عندك الحمد والرضا على حياتك الحمد لله. الحاجات دي اللي انت بتتفرجي عليها دي كلها اعتبريها افلام، مسلسلات، قصص.
ما تخليهاش تضغط عليك. انا لقيت تعليق ضايقني قوي قوي، لقيت واحده بتقول انا جالي عقده نفسيه من السوشيال ميديا ومن اليوتيوب، ونفسيتي تعبانه جدا لاني انا بدخل بتفرج على حاجات بقارن نفسي وحياتي بيها، بتضايق لدرجه انني جالي عقده نفسيه. انا قريت التعليق ده واتضايقت منه قوي. طب انت ليه تخلي نفسك تحت ضغط زي ده؟ اليوتيوب والسوشيال ميديا عامة كلها دي عبارة عن أخبار. بدل ما كانت الأخبار زمان بتجيلنا في جرايد، بقت دلوقتي مرئية. اتعاملي معاها كده، لكن تقارني حياتك بيها وتتضايقي ونفسيتك تتعب، لا ما ينفعش. ده منصة اليوتيوب دي أصلا يا جماعة المفروض إنها منصة تعليمية. أدخل أشوف مثلا فيديوهات عن تنشئة الطفل، لو بنوته حلوه كده لسه بتتجوز وهتخلف، تخش تشوف فيديوهات عن تنشئه الطفل، الطفل بيتربى ازاي، مراحل نمو الطفل ايه، اعمل له ايه لما يتولد، الحاجات دي كلها. تدخل تشوف مثلا العروسه بتتجهز ازاي، تشوف فيديوهات تعليميه. المفروض ان هو منصه تعليميه. تشوف مثلا طبخه هي مش عارفه تطبخها وهي لسه عروسه، تخش تتفرج عشان جوزها برضو. يعني المفروض ان احنا ناخد اليوتيوب ده منصه تعليميه، داخله اتعلم حاجه، مش داخله ان انا اتعقد نفسيا واتضغط واتعب، وتعبك ده بينصب على البيت. ما ينفعش كده يا ستات يا امارات يا حلوين. والبنات برضو الامارات يشوفوا برضو مامتهم بتعمل ايه ويعملوا زيها. ولازم نخف الضغط من علينا شويه، عشان الحياه ضغطانه قوي، فمش لازم احنا كمان نضغط على نفسنا. يعني نحاول نخف اي ضغوطات حوالينا، حتى بالنسبه برضو للست اللي بتشتغل مثلا، او عندها مثلا زمايل ليها في الشغل مضايقينها، او زميله ليها مضايقاها، وروحت بقى البيت وقعدت تعيط، وده عملت لي وسوتني وما قدرتنيش. اللي ما يقدركيش يا حبيبتي ما تقدريهوش، دي خلصانه. واحده زميله، مش هقول لك صديقه، الشغل ده بيبقى زمايل. لو انت وصلتي العلاقه لصداقه دي حاجه ترجع لك بقى، لكن الشغل انا بعتبره زمايل، ما بعتبرش الصداقه دي من الشغل. قلما لما تلاقي مثلا واحده او 1% يعني. فلو حد مضايقك في شغلك او واحده مضايقاكي في شغلك، سيبيها، ما تكلمهاش، ارمي. اعرف صاحبك وعلم عليه. ما تبذليش مجهود وتعيطي وتتضايقي عشان واحده ما قدرتكيش. لا 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 لا، ده غلط. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب ما اكونش رغيه النهارده ورغيت كتير وصدعتكم، كون ان شاء الله طلعنا بمعلومه كويسه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك الحلو، السبسكرايب جميل، تنوروني تشرفوني. صلوا على النبي حبيبنا الغالي عليه افضل الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله على خير، احلى بنات واحلى اخوات.